السلام عليكم. النهارده جايبه لكم فكره حلوه جدا ورخيصه جدا. انا ما كانش معايا غير 8 جنيه وكان نفسي اكل حاجه حلوه. انا شفتها في المحلات بصراحه وبتتباع ب40 وب50 جنيه، فقلت طيب هعملها في البيت، ليه لا؟ هي سهله وبسيطه جدا. احنا هنعوز كرواسون مش هيكلفك غير 5 جنيه من الفرن، وممكن نعملها في البيت ان شاء الله. وهنزلكم فيديو للكرواسون قريب. وكل اللي هنحتاجه موزاية، او لو عندك اي فاكهة تانية حباها حطيها بدل الموز. والشوكولاتة، صوص الشوكولاتة ده تحفة تحفة يا جماعة، واقتصادي جدا وحلو قوي وينفع على اي حاجة. انا استخدمته صوص الشوكولاتة ده، انا عاملاه، هنزل لكم الفيديو بتاعه قريب ان شاء الله. واستخدمت معاه كيكة اللي هي توينكس، او ممكن هوهوز، اي كيكة برضو انت حباها. هنفتح الكرواسون كده وهنحط الموز والكيكة، وهنجيب صوص الشوكولاتة، وانا غرقته شوكولاتة. بصي ده حلو جدا، لو انت عندك ضيوف ممكن تعمله لهم، هيبقى حلو قوي. ولو انت مثلا جعانه بالليل مش عارفه تاكلي ايه وزهقانين، وكلنا بنزهق من الاكل، ممكن نعمله برضو ناكله حلو. ممكن للولاد هيعجبهم قوي قوي بقى، بدل ما نشتريه من بره وغالي واحنا عايزين نقتصد الايام دي، فده هيكون مناسب جدا. وما اخدش معايا 5 دقايق بالظبط وانا بعمله، وبالظبط هو كلفني 8 جنيه. انا نور خالد ودي قناتي، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه، وهستنى الكومنت الجميل بتاعكم على الفيديو، وشير للفيديو ده لو الفكره دي عجبتكم عشان تشجعوني انزل لكم افكار اكتر اقتصاديه وحلوه وسهله، وما تكلفناش حاجه، وفي نفس الوقت يكون طعمها جميل. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع الف سلامه.